وحشتوني قوي قوي. ازيكم عاملين ايه؟ اسبوع غياب بس حاساه والله كأنه سنة. فيديو جديد النهاردة كله طاقة وبلبطة ونشاط. قبل اي حاجة بقى زي ما متعودين نبدأ بالصلاة على النبي بنية تيسير امورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل وردات في حياتي؟ والله ما ببالغ، انتوا فعلا اجمل واحلى وردات في حياتي. زي ما انتوا شفتوا كده في فيديو النهاردة، اول حاجة بنعملها في يومنا الصلاة، هو مفتاح كل حاجة في حياتنا. ده غير انه فرض علينا ما تخليش دوامة شغل البيت تاخدك وتأثري فيه. الحمد لله بعد ما صليت قريت الورد بتاعي. ان شاء الله يا ربي لو هتقرا يعني ايتين كل فرض، يعني كل ميعاد صلاة تقرا ايتين حلوة قوي. وختمت صلاة الحمد لله وقمت بقى اتحرك اشوف يومي ماشي ازاي. بصراحة امبارح انا كنت نشرة هدوم في البلكونة، وانا بلم الهدوم كده كان الصبح بدري، حسيت ان انا شم حاجة مش حلوة، يعني شم حاجة مش حلوة. فقلت البلكونة دي الصراحة انا بقالي اسبوع صراحة ما نظفتهاش تنظيف عميق. يعني كنت مثلا كل ما ادخل انشر فيها بمسح البلاط وعشان اعرف اقف وانا بنشر وانضف الحديد عشان الهدوم ما تتطربش بس. فالنهارده بقى ان شاء الله قررت كمان انا حاطه فيها الخزين بتاع الثوم والبصل والبطاطس. فكنت كل ما اجيب ما اروح السوق وارجع احط اجي افضي شنط البصل شنط البطاطس على بعض وخلاص، يعني حتى مش بطلع القديم فوق واخلي الجديد تحت. فانا كان بقى لي فتره، يعني بقى لي اسبوع على الوضع ده، يعني جبت مرتين او 3 تقريبا بحطه على بعض. فقلت لا يمكن تكون حاجه بايظه من الحاجات دي. فقلت انا يعني امسك بقى الوحدتين اللي انا حطاهم في المطبخ دول، قصدي في البلكونه دول. الوحدتين دول مطبخ تمام، كان مطبخ قديم عندي وكنت خلاص يعني بصراحه كنت هرميه. فبعد ما كنت هرميه قلت طب ما استغله ان انا اخزن فيه الحاجات وهو محطوط جوه، ما هيبقى محطوط وفي ضرفه مقفول عليه، مش هيبقى شكله كويس يعني. هو طبعا مش احسن حاجه ان هو يبقى محطوط في البلكونه، بس انا شايفاه ان هو لمملي دنيتي يعني. مسكت بقى ايه، قلت بقى خلاص ننضف بقى الدنيا دي. جبت فضيت البطاطس وفضيت البصل كده في الارضيه، وقعدت بقى ايه يعني اشيل القشر اللي هو بيبقى على البصل الزايد ده. بدات اشيله وانضفه كده، البصل احطه في القفص ده. القفص ده كنت جايبه فيه حاجات يعني من السوق وكده، فخليته عندي بقى ايه ما رمتوش، يعني ان انا اخزن فيه البصل والثوم، لان انا لما بخزن ما عنديش مكان في المطبخ، ادراج في المطبخ لمكان التخزين. ف وبحطهم كده في حاجه وبحطهم تحت الحوض، فلقيت تحت الحوض مش احسن حاجه. فقلت لا انا اطلعهم بره. هو طبعا البطاطس مش احسن حاجه لها هنا لان الجو بيبقى حر وكده، بس طبعا انا ما بجيبش كميه بطاطس كتير. يعني انا اخري مثلا كل 3 4 ايام او كل اسبوع بجيب 3 4 كيلو بطاطس. يخلصوا اجيب غيرهم، اللي هو ما بخزنش فيها هنا لان ما ينفعش اصلا، هتبوظ، الجو حر اصلا عليها. مسكت بقى ايه نضفت البطاطس، يعني شفت البطاطس النظيفة واللي هي مش بايظة شلتها، والبطاطس والبصل نفس القصة، والحاجة اللي هي بايظة او مش نظيفة سبت، يعني شلتها، وشلت السليم من البطاطس حطيته في قلب القفص وكده. هنا المفارش دي انا بفرشها في الشتاء بس في البلكونه، اما في الصيف بسيب البلكونه فاضيه كده. وهنا بحط المشابك، والرف الفوق ده انا بحط ساعات فيه المنظفات، اللي هو الحاجات اللي هي بصراحه زي سيترس، الحاجات بتاعه النمل، الحاجات دي، لان انا بخاف احطها جوه وانا معايا طفل صغير. فبخاف الصراحه ان هو يجي لمتها او يفتح ظرفه من الظرف، لان انا بحطها في الظرف اللي تحت، فبحطها هنا هي خلصانه عندي يعني. فانا لما بيبقى في حاجه زي كده انا بحطها في الظرف اللي في البلكونه دي. البوص الصغير ده، البوص ده انا عندي تندة تحتي، جارتي اللي هي في الدور اللي هي تقريبا التاني عامله تندة كده، فاي حاجه ابني بيرميها من البلكونه او حاجه تقع مني فبتقع على التندة دي، فبحتاج ان انا أو يعني حاجه حد يوقعها. بصراحه جارتي اللي تحت ما اثرتش معايا في حاجه، يعني انا قلت لها بتنزلها لي، بس صراحه ابني
ابني زودها قوي يعني، بيوقع حاجات كتيرة تحت وكده. فمرة اقول لها وعشرة لا، يعني مرة اقول لها نزلها لي والمرات التانية ايه، بعمل بالبوصة دي يعني بعمل كام بوصة في بعض كده بالبلاستر واوقع الحاجة اللي هو وقعها لي او كده يعني. شايفين التراب؟ كمية تراب في البلكونة. البلكونة ما شاء الله طويلة بس ضيقة مش واسعة. فاللي هي يعني مش هي في القعده بتبقى رخمه شويه، لان الكرسيين بيبقوا قصاد بعض تعرفيش تتحرك، يعني ما بنعرفش نتحرك في البلكونه. فلو ما بنيجي نقعد يا اما بنبقى كرسي واحد، لو انا هقعد لوحدي هي كرسي واحد وخلاص، يا اما بنفرش على الارض ونقعد ونحط شيلت ونقعد وكده. بصراحه لقيت البتاع اللي هي السمر اللي هي زي ما اللي انتوا شايفينها دي كانت بصلايه وباظت عليها، فانا جيت اطلعها ما طلعتش، فقلت ادخلها الحمام واغسل الوحده كلها. تقريبا الراجل اللي عمل لي اللي ظبط لي صلحوا لي يعني، حاطط الحته البيضه دي تقريبا مش المونتال، انا حسست عليها لقيتها تقريبا ورق، ما اعرفش الخامه بتاعتها ايه، فخفت الصراحه ان هي تبوظ، فما مرضتش ادعك قوي ولا رضيت اقابل لها ميه كتير، لانها بصراحه هي نفعاني يعني لمالي شويه حاجات فيها، فما رضيتش ادعك قوي. وقلت بقى ايه لما انزل الشارع ان شاء الله اجيب اللي هي المفارش البلاستيك دي وافرشها عليها، اللي هي ايه تحمي الام لما في حاجه تبوظ، اشيل الكيس ارميه واحط غيره عشان ما بوظش ما اضطرش اغسل القطعة من جوه تاني عشان ما تبص، لانها تقريبا هي مش المونتال، هي حاجة زي الورق كده، معرفش ده نوعها ايه، بس هي مش هتستحمل الغسيل. مسكت برضو الكراسي دي كانت برضو في البلكونة، مسكتها برضو غسلتها وحطيتهم بقى يصفوا. في تعليق من متابعة حبيبة قلبي بصراحة شاغل دماغي، صاحبة التعليق كانت كاتبة وهي مكسورة الخاطر، فضل كلامها في بالي بجد ومأثر فيا. كانت بتقول انها ضيعت عمرها وشقاها على ولادها لحد ما كبروا وتخرجوا، ووقفت جنبهم العمر كله وللأسف ما شافتش تقدير. وقالت كمان ان ما فيش حد تفضفض معاه ولا تتكلم معاه ولا حد قريب منها ولا حد بيجي ناحيتها، ضيعت عمرها على بيتها وولادها ومحدش سأل فيها. والله التعليق ده وجع لي قلبي جدا وخلانا افكر كتير جدا. احنا ساعات يا جماعة بنبقى وسط البيت ووسط ولادنا بنعمل 1000 حاجة طول اليوم، ومع ذلك من جواكي تحس ان مفيش حد شايفك ولا حاسس بتعبك ولا حتى كلمة حلوة بتجبر الخاطر. ممكن الست دي اصلا ما تكونش محتاجة حاجة كبيرة، ممكن تكون محتاجة بس حد يسأل عليها بجد، يقول لها انت عاملة ايه، يومك كان ماشي ازاي، انت تعبانة النهاردة، طب محتاجة تفضفضي في حاجة مزعلاكي. ممكن تكون هي محتاجة ده بس، لان ساعات الست بتفضل طول اليوم بين البيت والعيال بتطبخ وتنظف وترتب وتهتم بكل اللي حواليها، وفي اخر اليوم ممكن تكون كل اللي هي محتاجاه كلمة حلوة من حد يحس بيها ويقول لها تعبتي كويسة، محتاجة تتكلمي، تسلم ايدك، الكلام ده كله. عشان كده انا بقول لكل ابن او كل بنت، امك وابوك بركة البيت ووجودهم نعمة كبيرة، اوعوا تستنوا لما يكبروا او يتعبوا عشان تسألوا عليهم، طبطبوا عليهم واسمعوهم وقولوا لهم كلمة حلوة. ما تفتكروش ان كلمة شكرا بتنقص من قدركم ابدا، والله العظيم. والله يا ست الكل، وكل ام حاسة ان لوحدها وبتحاول تداري وجعها، انا بقولك انت ست عظيمة، والله ست عظيمة انك وصلتي ولادك لمرحلة كليات وربيتي رجالة وجوزتي، فانت ست عظيمة جدا، وتعبك ده مش هيضيع عند ربنا، وربنا اللي عالم باللي جوه القلوب المكسورة دي. ما تشيليش كل حاجة لوحدك، فضفضي لربنا واعرفي ان ليكي اهل واخوات هنا بيحبوكي وبيطمنوا عليكي. فبصراحة انا عايزة اقولك انت ست عظيمة جدا، متضايقيش نفسك، واحنا هنا كلنا اخواتك، كلنا اخواتك وبناتك، مش عايزه اقول ولادك لانك انت لسه صغننه برضه. ادخلي عندي على الانستجرام وابعتيلي وانا هرد عليكي والله العظيم، في اي وقت تحب تفضفضي فيه انا هبقى موجوده. ربنا يعينك ويريح قلبك ويحنن قلوب عيالك وجوزك عليك يا رب، ويريح بالك ويرضيكي ويرضى عنك. خلصنا بقى الغداء ايه لسه هنبدا. لسه هنبدأ في الغدا. خلصنا البلكونة وخليناها زي الفل، والله البلكونة بقت يعني أنا مرتاحة نفسيا. مسكت البلكونة بقى خلصتها وظبطتها كده، وقلت بقى ندخل نعمل غدا حلو، لقيت نفسي متشجعة ان انا اعمل غدا حلو. سألتهم تتغدوا ايه، قالوا بطاطس، طبخين بطاطس.
طاوخين بطاطس، فقلت نعمل لهم فراخ. وكنت هعمل صراحة الفراخ وانا بتبل كده، انا كنت هعمل الفراخ في الكيس الحراري وكنت هحشيها رز وهعمل بطاطس لوحدها. بعدين لقيت الموضوع يعني هيطول مني قوي، وانا قلت لا، انا عشان ما اقفش كتير في المطبخ والجو حر وفرهضه، فقلت هخليها كلها في حاجه واحده بقى، اللي هو ايه، هنجيب الفراخ زي ما انتم شايفين كده. جبت هنا الفراخ بقى وقلت لها تعالي هديكي فين هديكي فين يوجع. قعدت اشرح فيها بقى كده علشان كل التتبيلات، لا معلش يا فرخه والله ده انا بس عشان التتبيلات تدخل عشان التتبيله تدخل فيك. قعدت بقى اعمل فيها ايه زي ما انتم شايفين كده، شرايح كده علشان خاطر ايه التتبيله تدخل فيها ويعني وتبقى طريه، يعني بالذات الصدر. يعني الصدر بصراحه شرحته كتير لان هو الوحيد اللي بيبقى، لو لاحظت انه بيبقى ناشف شويه عن الورك، فبدات ان انا اعمل فيه فتحات كتيره قوي عشان التتبيله تدخل فيه بقى، خصوصا ان احنا حاطين زبادي بقى وفلفل اسود وكمون وبهارات فراخ وبهارات مشاوي وكركم وبابريكا، وحطيت في فصين توم وبصلايه وطماطمايه ضربتهم في الخلاط، وحطيت كل ده على بعضه وحطيته مع الفراخ. بعد ما انا شفتوني عملت فيها كده شرحتها وركنتهم بقى على جنب كده، وقلت بقى ايه يلا بينا نحط بقى بطاطستين كده ايه معاهم. انا عملت البطاطستين دول كبار، قلت احطهم ايه يعني تحت، اعملها فرشه للفراخ وكده يعني. في واحدة سألتني، في متابعة حبيبة قلبي تقريبا اسمها هاجر، تقريبا اسمها هاجر حبيبة قلبي، بتقول لي يا غادة ان الرخامة عيوبها ايه. انا والله انا ما شفتش هو ممكن يكون عيبها الوحيد ان هي لو بتستخدمها بتبقى عايزة تلمع على طول، لانها هي بيبان فيها لو حاطة عيش، مطلعة عيش يفك من الفريزر، الردة بتبقى مبينة ان الرخامة مش نظيفة غير الرخامة دي. بس الصراحة هي حلوة قوي قوي، وكنت بفكر ان انا اشيل الرخامة دي كلها واعمل سودا، بس صراحة قلت طب وليه، انا شايفة ان الرخامة اللي هي البيضة دي مش مضايقاني في حاجة وحلوة وكده، فخسارة لما ارمي رخامة زي دي بالطول دي، والرخامة دي كبيرة جدا يعني بطول بعرض المطبخ، ان انا ارميها عشان احط اسود يعني. قلت لا، لما ان شاء الله اجدد في المطبخ ابقى اعمل كده. وشايفاه ان حرام ان انا ارمي كل الرخامة دي، خصوصا ان الرخامة مش وحشة، يعني الرخامة دي مش حلوة في التنظيف، مش بتبقع، يعني في رخامات من النوع ده لو حطيتي عليها اي حاجة تلاقيها مبقع عاملة بقع كده، دي الرخامة دي مش كده. السودا دي حلوة الصراحة، حلوة في كل حاجة، مجرد ما بتلمعيها فوطة مبلولة مشيتي عليها بصراحة بتبقى زي ما انتوا شايفينها كده حلوة جدا، وانا بحب اصور عليها اكتر من البيضة الصراحة. مسكت بقى زي ما انتم شايفين، حطيت الخضار اللي موجود عندي، فلفل بصل طماطم، ورحت جايه بقى كنت شايله شويه تتبيله من تتبيله الفراخ دي، حطيتها على البطاطس وقلبتها، وجيت بقى بحط في الطاجن ده. انا كل مره احب احط في الطاجن الصغنن اللي هو البايركس ده، مش حلو معايا الطاجن اللي هو المدور ده، مش حلو يا جماعه. يعني لو هتجيبوا البايركس ده بيبقى شيك قوي في التقديم، هاتوا المستطيل، اما المدور ده مش عملي خالص، يعني انا مش عارفه استخدمه، اللي هو ما بياخدش الحاجه مرتاحه كده. فعشان لقيت زي ما انتم شايفين عامل ازاي كده، قلت لا، رجعت جبت الصينيه دي اللي هي المستطيله دي، وعلى فكره دي نفس المقاس بتاع اللي انا شلتها، بس دي مستطيل وديكها بيضاوي، فمش حلوه التانية البيضاوي خالص. يعني لو انت عروسه وبتجهزي جيب اللي هو المستطيل ده افضل بكتير من البيضاوي. حطيتها بقى في الصينيه واسعه كده تاخد راحتها، يعني احنا ربنا موسع علينا ومدينا صينيه واسعه، مش شرط بقى نحطه في بايركس وكده. فحطيتها في الصينيه الواسعه دي وحطيتها في الفرن، وقلت بقى ايه امسك المواعين بقى كده ايه اغسلها، لان كان في مواعين الفطار ومواعين مكان ما انا كنت بعمل التتبيله وبغسل الفراخ وكده، فقلت امسكهم بقى اغسلهم عمال ما الفراخ ايه تستوي كده والغدا يجهز اكون ما فيش مواعين. مسكت بقى قعدت ادعك في حد برضو واحده حبيبه قلب برضو قالت لي يا غاده الميه وانت بتستخدمي، والله يا جماعه انا ما بستخدمش، انتوا بتشوفوا التصوير في مثلا في كام دقيقه، في 10 دقائق، في 17 دقيقه، لكن احنا بناخد وقت اكتر من كده، والتصوير ده بيكون متسرع. يعني انا مثلا موقف الحنفيه لحد ما ادعك المواعين كلها وارجع اشطف واشغل الحنفيه، وانا بشطف ساعات بفتح الحنفيه شويه على الحوض تنزل ميه على المواعين اللي
موجوده في الحوض عشان لو في حاجه لازقه تبوش، عشان لما اجي اغسلها الاقيها كده اللي عليها باش وتبقى سهله في الغسيل. لكن انا مش بشغل الحنفيه كتير والله، وبرضه هاخد بالي، يعني انا ان شاء الله برضه هاخد بالي من الحته دي. بس انا قلت اما اوضح لكم حاجه، ان انا مش يعني بحس انا شايفه ان انا والله يعني مش بهدر في الميه قوي. بس ممكن تكونوا انتوا شايفين ان عشان الحنفيه ساعات بتبقى مفتوحه طول الوقت، بس هو دلوقتي انتوا شفتوا مثلا دقيقتين 3 بس، مش اكتر، وعلى يعني على مراحل بالنسبه لنا. بس ان شاء الله اخد بالي من موضوع الميه ده زي ما انتوا قلتوا. يعني خلصت المواعين وشطفتها، ومسكت الحوض برضو غسلته كويس، وشلت السلكه بقى رميتها خالص انا مش عايزاها، لان انا خلاص غسلت المواعين وغسلت بقى الحوض. تعالوا بقى شوفوا الفراخ دي. عارفه لما بعمل الاكل وحد يقول لي انت تسلم ايدك، خلاص كده. لو عايزين حاجه لو عايزين نعمل لهم حاجه تانية اعملها لهم والله، بديهم عيني. خلاص خلصت بقى الغدا، وعملت شويه رز بشعريه كده بعد ما خلصت المواعين، بس صورتوش معاكم لان انا عملت لكم رز قبل كده، فمش محتاجه يعني ما فيهوش سر يعني الرز، فعملته وحطيته بقى كده. يعني ايه، انا بصراحه هم قالوا لي حطي على كل طبق المناب، بس انا شفته ان هو مش حلو، لان ما حدش خلص طبق الرز بتاعه، طبق الرز ما خلصته كله، وكان فيه رز اتبهدل كتير يعني. فانا الافضل ان هو الطبق الفراخ تبقى لوحدها في طبق لوحدها. بصراحه البطاطس كانت دايبه، والفراخ كانت طعمها زي العسل. الف هنا وشفا للي كل، وتعالوا اتغدوا معانا. وهنتغدى بقى، وهنعمل احلى كوبايه الشاي بتاعتي بقى، المكافاه بتاعتي. وكنا بقى في مول العرب، فكانوا عايزين تورتايه، فجبتها لهم. عمال ما وصلنا هنا كانت متشندله زي ما انتوا شايفين كده. رجعت حطيتها في الفريزر شويه، ونزلتها قبل ما ننام، والصبح بقى قلت اما اطلعها بعد الغدا كده ايه يحلوا بيها. وكده كان خلاص يومنا خلص. لو وصلتوا لحد هنا وعجبكم الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتنوروني بتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.